what the experience was all the way through my own opinion. My concern is in regards to a player known as Iman Ashur. The player Iman Ashur did travel with the team to Kazakhstan for the match against Yanga. And it's believed that he's not sick, he's not injured, his phones were switched off. What will happen? Because the team wanted to be on air, but unfortunately he didn't make it with the squad for this match. كيف ترى غياب اللاعب إمام عاشور الذي تخلف عن السفر مع الفريق وهو لم يكن مريضا أو مصابا، وكيف ترى تأثير ذلك على المباراة؟ لاعب أخطأ. And I said from the first day I was in this club. وقد صرحت من أول يوم لي مع الفريق. Nobody is above the team. لا أحد فوق الفريق. The team is the star. الفريق هو النجم. So of course this player will be punished. وطبعا سيتم عقاب اللاعب. And that's it for now. Thank you. وهذا كافي جدا الآن. شكرا. السلام عليكم. اسمي نزار. ما يفوز بكرة حمد الشناوي. مرحبا بكم في الشهور الأولى. ما بشرك لماذا نادي الأهلي بالفوز بالشامبيونز ليج ذا موسم؟ كل موسم الأهلي الفوز كل موسم. لماذا؟ ومع هل تتأكد لماذا الفوز بروح المباراة في نادي ينجا في زنزبار؟ شكرا. هو دايما على طول السؤال تسأل ان اشمعنى النادي الاهلي على طول بيبقى عايز ياخد البطوله بتاعت افريقيا. لا، هو انا من يوم ما اتولدت معتقد يعني واتفرجت على كوره بشوف النادي الاهلي على طول دايما بياخد بطولات وعايز ياخد بطولات، وده اللي خلاني ما كنت عايز العب كوره وعايز اكون موجود ونفسي العب في النادي الاهلي. دي حاجه بالنسبه لي عايز اعرف ايه السيستم وايه الحاجه اللي شغالين عليها. ما دخلت جوه النادي بشوفها دايما على طول من اول الاداره، من اول الجمهور والاداره والناس اللي شغاله جوه النادي هدفهم حاجه واحده بس، هو الفوز، اللي احنا ناخد بطولات، واهم حاجه نفرح جمهورنا. عشان كده هو ده سمه النادي الاهلي، في سيستم جوه النادي الاهلي زي ما الراجل قال، الفريق هو اهم حاجه. لو ما فيش سيستم في النادي احنا مش هنوصل للحته اللي احنا فيها دلوقتي، اللي احنا دايما على طول بناخد بطولات. طول ما في سيستم في اي منظومه، المنظومه دي بتنجح. احنا دلوقتي بنفكر دايما، احنا عندنا بطولات كتير، بس كل البطولات دي بتتحط في الدواليب وموجوده بتتكتب في التاريخ. احنا بالنسبه لنا بنكمل التاريخ ده، والاجيال اللي موجوده بتيجي النادي احنا بنتكلم معاها ان انت النهارده في قبليك اجيال عملت تاريخ، انت النهارده ما تيجي النادي الاهلي اكتب لنفسك تاريخ بالبطولات، مع النادي الاهلي بتروح تلعب في اكبر بطولات في العالم، كاس عالم انديه، انتركونتيننتال، عندك طبعا بطوله افريقيا. الحاجات دي اللعيبه اللي بتيجي الاجيال دي احنا بنتكلم معاها، وطبعا جيل بيسلم على طول جيل. عشان كده ده النادي الاهلي وسيستمه، طول ما في سيستم وفي الاول وفي الاخر طول ما في جمهور وراه، احنا كلنا زي ما بيقول الكوتش احنا كلنا فرقه واحده ومجموعه واحده، السيستم بالجمهور بالاداره بكل حاجه. ده النادي الاهلي. Hello, coach. My name is Steve, all the way from Nairobi, Kenya. My question goes to you. In the first leg, you had an including beach number. And the second leg, now you're coming back to Jericho. Of course, it feels like a big game. You guys are a big giant. Yanga was a big giant. Two teams looking to the quarter time, to the last eight.
How do you think you approach this match? Of course, they have all you want their revenge after you beat them in the first leg. How will you approach this match, ensuring that you guys maintain your unbeaten record in the group stages as you come to their home and play this game? He said something about what did I learn from the first game and how do I see the second game? Yes. لعبت مباراة جيدة جدا في مباراة الذهاب أمام فريق يانج أفريكانز وحققت الفوز. فما هي رؤيتك للمباراة القادمة خاصة وأنت تسعى أن تكون على قمة المجموعة ودائما تسعى للتأهل للدوري يعني بعد دوري المجموعات لدور الثمانية؟ زي ما قال كابتن شناوي The first game against Young African was 3 days after the national team players were back. كانت مباراة يانج أفريكانز الأولى بعد عودة اللاعبين من المنتخب القومي في البطولة الأفريقية ب3 أيام فقط. So of course we were not 100% sure where we were in terms of relations or style of play. فأكيد بخصوص الترابط والربط ما بين اللعيبة لم يكن يعني في حالة 100%، لكن الفترة لم تكن كافية عقب عودتهم من المنتخب. But I think we played an okay game and we already have one game in the league which we also were winning. And we came here yesterday because we want to prepare ourselves in the best possible way before the game tomorrow. لكن بعدها كمان لعبنا مباراة جيدة جدا في الدوري المصري وحققنا الفوز الثاني بعد ما حققنا الفوز الأول على يانج أفريكانز، وسافرنا بالأمس، وصلنا بالأمس وبنستعد بقوة لمباراة الغد. All the players are fit. Everybody is ready to compete against for their position and are ready for the game tomorrow. كل اللعيبة جاهزة وكل لعيب يقاتل وينافس في مركزه من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن وتحقيق الفوز غدا. We know we're going to meet a strong opponent who play at home with a lot of supporters to back them up. نعرف جيدا أننا سنواجه فريقا قويا يلعب على أرضه ومحاطا بجماهيره. But we believe in ourselves, our way of playing, and we believe this is what will bring us the victory tomorrow. لكن مؤمنين بنفسنا ومؤمنين بلاعبتنا وبأدائهم، وده اللي بيدينا الثقة إن احنا نحقق المكسب بكرة. One last question. I have 2 questions. Let's start with yes. Welcome to Zanzibar again. أحد الطرق للتابو 7 points. يعني their second is 4 points. هل for the matches they never won away game? We won 1 at home, 2 at home. Versus Young Manchester Valley. How do you approach this game? Because if Young won, this game will catch up with the level of the points. Remaining 2 games versus Farabat and Manchester Valley away. How do you think about this? And second point is Al-Shabaab. We lost the last game here against Young. You remember. How do you take this? Another game. Will you be ready tomorrow? سؤال لكابتن شناوي. خسرت آخر مباراة لعبتها أمام فريق يانج أفريكانز. كيف ترى هذا وكيف تستعد للمباراة القادمة؟ والسؤال للكوتش مستر ياس. فريق يانج أفريكانز لديها 4 نقاط وأنت حققت 7 نقاط من فوزين على أرضك وتعادل خارج الأرض. كيف ترى الموقف لو يانج أفريكانز حقق الفوز وأصبح 7 نقاط في الترتيب مثلك وسيكون باقيا مباراتين لكل منكم؟
We know already when we saw the draw that this will be a very difficult group. This is 4 very good teams. نعرف جيدا من البداية أنها ستكون مجموعة قوية جدا، 4 فرق قوية موجودة في المجموعة. We have now, like you said, 2 wins at home, 1 draw away. زي ما قلت حققنا فوزين على أرضنا وتعادل خارج الديار. Give us a very good position, number 1 with 7 points. وما وضعنا على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط. Our aim is every time we go on the pitch, we go there with one aim, and that is winning. نذهب دائما للملعب وأمامنا هدف واحد طوال الوقت هو الفوز. We respect the opponent. We know it's going to be difficult. نحترم المنافس ونعرف حجم قوته. But our aim is to play our way of football, and with this, hopefully winning the game tomorrow and bring us in an even better position in the group. لكن هدفنا دايما هو اللعب بطريقتنا وفرض طريقتنا، وهو ما يعطينا الأفضلية وتحقيق الفوز ويبقينا على قمة المجموعة. أنا معتقد آخر ماتش إحنا تعادلنا هنا، ما خسرناش. وأهم حاجة إحنا الماضي ماضي خلاص، إحنا بنفكر في بكرة. أنا بالنسبة لي أهم حاجة دلوقتي، أهم ماتش بكرة اللي إحنا نأدي بشكل كويس ونرجع ب3 بونت. دايما على طول لما بنيجي نلعب سيمبا أو يانج أفريكا هنا في تنزانيا، الماتش بيبقى صعب عشان الأجواء، عشان الرطوبة، عشان الحاجات دي كلها. بس إحنا مرينا بالحاجات دي كتير. اللعيبة اللي موجودة عارفة الأجواء دي كويس، ولعبت في الأجواء ديت، وعارفة الفرق يانج وسيمبا، وعارفة الفرق دي بتبقى في أرضها تبقى عاملة إزاي مع في وسط جمهورها. زي ما السؤال الأولاني، إحنا النادي الأهلي على طول دايما بنتحط في المواقف دي، وفي الآخر اللي بيلعب النهائي واللي بياخد البطولة ده أهم بالنسبة لي. أنا بفكر دلوقتي في ماتش بكرة عشان أوصل للنهائي، كل ماتش بماتشه عشان أخد البطولة. ده بالنسبة لي وبالنسبة لفرقتي عشان أفرح جمهوري، وبالنسبة لي بكرة أهم ماتش.